اهلا وسهلا بيكم النهارده معايا في فيديو جديد. فيديو النهارده كله افكار جديده وجميله جدا، بجد جميله. تعالوا مع بعض نشوف اول فكره. دي جيب عملته فستان، ودي قطعه قماش ستان عملتها جزء للفستان من فوق. شايفين ربطت الحرفين مع بعض وشبكتهم بدبوس، عملت شكل الفيونكة الرائع اللي احنا شايفينه. وهنا حطت البروش في النص، ادى شكل حلو للفيونكة. شايفين هنا كمان طلعت قولوا معايا البطانة اللي بتاعت الجيب، عملتها كملت بيها الفستان وشبكت الحرفين مع بعض. شايفين قد ايه الفكرة رائعة. ايه شابكين دي معلش غلط. هنا دي قطعة حلية بتتباع كده، اللي هي الجبير دي بتتباع جاهزة. عملتها لشكل البطانة، لان البطانة طبعا سادة خالص، فعشان تدي شكل حلو. دي قطعة قماش اللي هي قشور السمك 150 في 150، وجابت الحرفين على قدام وشبكتهم بالبروش، وجابت الزيادة كلها على قدام وبرضو شبكتها بالدبوس ده. شايفين قد ايه الفكرة جميلة. وزي ما قلت لكم قبل كده، انتي ممكن تعملي بقى اللي يناسبك. لو انتي محجبة هتعملي كم، لو انتي برضو محجبة مش هتسيبي الفتحة لحد فوق كده، لا هتقفليها خالص. بس خدي الفكرة ونفذيها على اللي يناسبك. هي قطعة القماش اللي استخدمتها قبل كده، هنا هتستخدمها بطريقة تانية مختلفة او بتصميم تاني مختلف. شايفين جابت الحرفين على كتفها وشبكتهم، والحرفين التانيين وعملت الكمام، وهنا شبكتهم مع بعض بالدبابيس دي. بتنطق شكل الفستان وبتديها شكل حلو. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. هنا برضو لميتهم ومسكتهم بأستك الفلوس وفتحت الكشكشة، اداها الشكل الوردة ده، وحطت الدبوس ده في النص عشان برضو تنطق شكلها. اللي استخدمته على وسطها ده مش حزام، ده عقد. ودي قطعة قماش نفس القماشة اللي فاتت اللي هي قشور السمك، بس ده لون احمر. تصميمات بدون قص، بدون خياطة، بدون حتى رسمة على الورق او تصميم في دماغها، حاجة بسيطة جدا. دي شجرة الكريسماس، كل سنة وانتم طيبين. ده شال، طبعا كلنا في الشتاء دلوقتي وبنحتاج الشيلان. هنا عملت الفيونكات دي فيه. شايفين نزلت اللي على راسها وعملته ياقة، استخدمتها ياقة. ده شال تاني بس بلون مختلف. هنا تستخدموا زي بلوزة او جاكيت او كده. استخدمته جاكيت. طبعا اللي وراها ده المتجر بتاعها، كلنا عارفين ان هي عندها متجر ملابس. وهنا لبسته بطريقة مختلفة. هو برضو نفس الشال، جابت الحزام وحطته في النص وبعدين شبكته على وسطها وجابت الحرفين على قدام. هتحسوا ان الشال عليه التيكت بتاعه لسه جديد، يعني واخداه من المتجر وبتعمل عليه التصميمات. ده اشارب. شايفين جابت الحرفين مع بعض وشبكتهم ورميتهم على ورا،
وعملت جاكيت. ده شال خفيف. عملت جزء البلوزة اللي هي لابساها، وده شال برضو نفس فكرة التصميم اللي كان قبل كده بس بلون مختلف. هنا دخلت الحرفين والباقي على راسها يعني عشان تدفي راسها. دي قطعة قماش برضو اللي هي الخامة بتاعتها اللي هي قشور السمك بس باللون الأزرق. أو دي عفوا مش قشور السمك، هي مش باينة قوي بس هي يا فتافيت السكر يا قشور السمك، بس هي غالبا قشور السمك. جابت القماش ومسكته من النص وبعدين تانيته. هنا جابت الحرفين على ورا وشبكتهم مع بعض. بعدين جابت الحرفين التانيين وخدت واحد على كتف واحد عكس واحد وشبكتهم. شبكته بدبوس المشبك. وجابت التاني وشبكته برضو بدبوس. دول عقدين بأشكال مختلفة. هنا لبست العقد استخدمته حزام. زي ما احنا شايفين ان الفستان ده مقفول من الجنب، يعني احنا ممكن ناخد التصميم ده بس نعمل له كمام بحاجة بسيطة جدا، قطعة قماش تاني او من نفس قطعة القماش. دي قطعة قماش دي 150 في 160. جابتها هنا ولفتها وبعدين برضو جابت واحدة عكس واحدة وخدتهم على ورا وربطتهم. وبعدين جابت الزيادة عملت زي قصة كده من عند الصدر. هنا شبكتهم بدبوس. هنا بتاخد الزيادة كلها على ورا وشبكتها بالدبوس اللي احنا شايفينه. وبعدين جت من عند الكتف وشبكت الدبوس
اداها برضو شكل رائع للفستان. حاجات بسيطة جدا بس بتنطق شكل الفستان وبتظهره. هنا برضو حطيت الدبوس ده في النص. دي قطعة قماش هي برضو استخدمتها قبل كده. هنا جابت الحرفين على الكتف، وبعدين شبكت الناحية التانية بدبوس، وخدت الزيادة كلها على قدام علشان تجسمه على جسمها، وبعدين شبكت البروش اللي احنا شايفينه. دي شجرة الكريسماس، كل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية تكون سنة سعيدة عليكم ان شاء الله جميعا. هنا لبست البلطو الفر. دول برضو قطعتين قماش ستان، واحدة بيضة وواحدة اللون النبيتي. هنا هتعمل البلوزة دي او الفستان لونين مختلفين. وبرضو هنا لبست عقد. هنا دي قطعة شيفون حطيتها في النص وكشكشتها وعملتها شكل وردة. دي بلوزة بكم. هي هنا خدت الكم مع الحرف بتاع البلوزة وشبكتهم مع بعض، وخدت الحرف التاني وبرضو شبكتهم مع بعض وعملتها بلوزة. عملتها بلوزة سواريه وغيرت في شكلها من كم لسواريه. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا انتهى، واشوفكم في فيديو جديد.